حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير وانتم عم تشوفوا هذا المقطع. اليوم سافرنا على اكبر حديقة حيوانات في تركيا، ورابع اكبر حديقة حيوانات في العالم. شفنا حيوانات كتير غريبة. شوفوا المقطع للاخر، لا تقدموا لا تأخروا، المقطع كتير حلو. طبعا قبل ما نبدأ لايك وتابعونا مشان نوصل 1000 متابع قبل رمضان. وبس والله، مشاهدة ممتعة. لا، اشترينا التيكتات ووصلنا على أكبر حديقة حيوانات في غازي عنتاب كاملة. وصلنا على أكبر حديقة عنتاب في تركيا كلها. تابعوا الفيديو للنهاية، الفيديو حيكون كتير حماس. هاي باصات نبي يعملوا لك فتلة يعني، بس هلا كانوا شغالات، يمكن قدام يمكن نركب فيهم. هون القردة طبعا في أنواع كتير، هذا النوع من الأنواع حاطين له صور كتير مشان ما يحسن يطلع. هدول اثنين من نوع واحد، يا سبحان الله. هي عم تتحمم طبعا، ما بعرف شو عم بصير، بس الوضع اكشن. هاي اتخن وحدة هون، كأنه ثلاثة على بعض. شفتوا كل هذا اللي شفناه؟ ولا 5% يعني لسه في كتير شغلات. في ديناصورات هون، بس ديناصورات من زمان متجمدة، هلا رح نفوت ونشوفهم. هاي من اخطر انواع العقارب بالعالم، بس طبعا هدول كلهم مجمدينهم كأنه. ونعم هذا ديناصور، لكن هدول هيكل حقيقيين مكتشفينهم، يعني ما هن عاملينه.
هدول اللي حتشوفونهم كلهم حقيقة بس لكن متجمدين، يعني ما بعرف شلون هيك بخلوهم. شوفوا حجم النمر بالنسبة للإنسان، يعني الإنسان نص النمر. شوفوا حجم هالحية. يا سبحان الله، هدول السامورة. هذا ديناصور مكتشفينه تحت الأرض، عظام يعني. شوفوا النمر والدب حجمهم بالنسبة للديناصور. شوفوا هذا أخطر أنواع السلاحف، هذا هو حجم الدب بالنسبة للإنسان. والله خايف. طبعا هذا حقيقي بس لكن مجمدينه. شوفوا حجم تمها يا الله. هاي سمكة البالون، هاي سامة جدا يعني مميتة وبتدافع عن حالها بس تفتح الشوك. يا سبحان الله، هاي سمك القرش صغير. طبعا هاي اللي بيتابع داروين بيعرفها، هاي سلحفة خطيرة جدا. شوفوا حجمها بالنسبة لإيدي، إيدي أدراسها يعني بحجمها، هي تقريبا نص حجمها. خلاص بكفي، لازم نطلع من هون ونشوف أماكن. يا إخوان هذا شفناه ولا 5%، لسه في أسود يا الله. هي مظهر غازي عنتاب بالنسبة للحديقة. في بطاطس. جربت طعمي قطة من الشبس ما أكلت، بدي أجرب أطعمي هدول. شوفوا على الحيوان شكله غريب لكم. اخوان صوت الفيل مش طبيعي. هلا بدي اروح اشوفه. بيحطوا لك المعلومات بالتركي وبالانجليزي. وزنه 70 كيلو. سبحان الله. انتوا هون بيحطوك بالانجليزي. انتوا هي الحديقة اكبر حديقة بتركيا كلها، يعني على مستوى تركيا. طبعا موجودة بغازي عنتاب. يا سبحان الله، وانا بمشي سمعت صوت من بعيد، قلت شو هذا؟ شو هي يا الله؟ اسمها فلاميغو. شوفوا لونها كتير حلو. لونها كتير حلو. شوف الجمال. طعمته ونيد. شوف حجم الجمل. هلا وصلنا على السفاري. نركب بسيارة بتفتلنا بالطرف الثاني من الحديقة. الطرف الثاني من الحديقة نحن ما بنحسن نروح عليه، فيه حيوانات كأنه خطيرة وما بعرف. سبحان الله، هلا قبل دقيقة قال لي طلعت آخر سيارة سكروا. سبحان الله، يعني الحيوانات لهم وقت وأشياء معينة، مع الأسف سكروا. وشوفوا مين إجا معي على الرحلة. السلام عليكم. ادعموا هذا الفتى السوري الناشئ، هو طموح لكن بحاجة لدفشة. دفشونا يعني. قناته بالديسكربشن. هذا أبي
وبس والله هون بنكون وصلنا لنهاية المقطع. عم يفضوها طبعا للحديقة كلها. الساعة 5 لقيتوا بسكروها، هلا الساعة 5 إلا 5 دقايق. فمشان هيك إذا وصلتوا لهون يا أخي حط لايك يا أخي. الفيديو الماضي جاب 300 مشاهدة 11 لايك، يعني مش عارف ليش. فحط لايك وتابعني للفيديوهات الجاية حتكون أفضل بكتير. معاكم سامي، كان سلام.